وفي مسار السي اس اس اللي احنا ماشيين فيه. اتكلمنا يا جماعه المره اللي فاتت عن موضوع الفونتس، واتكلمنا عرفنا يعني ايه فونت ويت وفونت ستايل، عرفنا يعني ايه فونت فاميلي، وعرفنا يعني ايه الفونتس الموجوده عندك في الكنترول بانل، ويفرض الفونت ده انت مستخدمه في الويب سايت بتاعك وهو مش موجود في جهاز مثلا واحد تاني، هيبقى طبعا شكل الموقع بايظ والدنيا هتضرب معاك. تمام. طيب في فيديو النهارده يا جماعه هنتعلم ازاي ناخد فونت من جوجل، هنتعلم ازاي ناخد فونت مثلا نحفظه عندنا على الجهاز ونستخدمه في الويب سايت بتاعنا ونرفع الويب سايت على السيرفر بدون ما يحصل اي مشاكل. واحد يقول لي يا باشمهندس طب ايه اللي دخل السيرفر في الموضوع؟ هقول لك يا باشمهندس ببساطه، لو انت حطيت في الويب سايت بتاعك فونت مثلا من على الجهاز عندك، انت محمله مثلا من على جوجل وهو على الجهاز عندك، لكن انت استخدمته وهو مش موجود مثلا في فولدر في الملفات بتاعت البروجكت بتاعك. تمام. وجيت انت رفعت البروجكت بتاعك على سيرفر، السيرفر ده يا جماعه هيعرض الويب سايت بالفونت اللي انت فعلا مصمم بيه الموقع، لكن هيظهر عند مين يا جماعه بالفونت ده؟ هيظهر عند كل الاجهزه اللي فيها الفونت ده. طب ولو ما فيهاش الفونت يا جماعه هيبقى طبعا مشكله جامده والدنيا هتبوظ معاك. تمام. طبعا في الفيديو ده يا جماعه ان شاء الله هنحل كل المشاكل بتاعه الفونتس ديت. تمام. ركزوا معايا يا شباب لان الموضوع مهم جدا، وفي نفس الوقت يعني اتمنى يا رب تستفيدوا من فيديو النهارده بالحاجات الحلوه اللي احنا هنتكلم عليها. طيب نخش في درس النهارده يا شباب. ادي الجزئيه يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. احنا كنا عملنا H1 باراجراف بالشكل ده كده يا جماعه زي ما احنا ما شايفين. ادي عندي ال H1 يا جماعه والباراجراف مفيش اي مشاكل، وطبعا انا نسقتهم في السي اس اس ان انا اديت ال H1 تكست الاين سنتر واديت الباراجراف فونت فاميلي تهوما. طبعا يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، انا طبعا ممكن اتحكم في الفونت فاميلي ده كده يا شباب. لو انا مثلا جيت عند السيف فونتس هنا مثلا واخترت انا مثلا حاجه زي مثلا، تعالوا نختار مثلا وليكن ايه يعني اي مثلا فونت بالشكل ده كده، هاخده كنترول سي واشيل انا التهومه. تمام. هشيل انا دلوقتي كده التهومه واحط الفونت اللي انا اخترته ده بالشكل ده كده يا جماعه، كنترول في. وبعد كده هاجي اسيف، وتعالوا نعمل ريلود. وتعالوا نعمل ريلود زي ما احنا ما شايفين يا شباب. ادي الفونت بتاعنا. لو انا جيت برضه بنفس النظام كده، جيت انا مثلا اخترت حاجه زي الاريال بلاك. لو انا جيت اخترت حاجه مثلا زي الاريال بلاك، طبعا وزي ما اتفقنا يا جماعه الدرس اللي فات ان انا هحط، لو انا عندي ان اسم الفونت متكون من قطعتين او كلمتين بالشكل ده كده بحطهم جوه سنجل كوت او دبل كوتيشن. تمام. هسيف وتعالى نشوف الاريال بلاك ده شكله عامل ازاي. هعمل ريمود عندي زي ما احنا ما شايفين يا جماعه، ده جزئيه كده او ده شكل الفونت بتاع الاريال بلاك. طيب كلام جميل قوي. انا دلوقتي يا جماعه جربت جزئيه السيف فونتس ديت ولقيت فيها فونتس مش عجباني، والفونتس دي مش شكلها حلو ومش ده اللي انا عايز استخدمه في الموقع بتاعي. طب انا اعمل ايه يا باشمهندس؟ انت قلت لي دلوقتي ان ده كده السيف فونتس ان انا اقدر استخدمه، ان هو الفونتس الامنه اللي موجوده في جميع الويندوز الموجوده عند كل الناس عشان يظهر الويب سايت بتاعي بنفس الشكل او بنفس الفونت اللي انا مختاره. طيب دلوقتي الفونتس دي مش عجباني، مش هي ديت اللي انا عايز استخدمها في موقعي، اعمل ايه؟ طيب عندك دلوقتي يا جماعه حاجه اسمها جوجل فونت. لو انا كتبت جوجل فونتس في جوجل مثلا وفتحت موقع وفتحت اول لينك هيظهر معايا اللي هو جوجل فونتس، تمام، هيظهر معايا الفونتس بالشكل ده كده يا شباب. تمام. طب انا مثلا حابب اختار فونت مثلا منهم، اعمل ايه؟ اول حاجه هنا يا شباب، تمام،
هاجي هنا عند الجزئيه اللي فوق دي كده هضغط عليها اللي هو مكتوب view your selected families. تمام، طبعا هضغط عليها. لحد دلوقتي انا ما عملتش سيلكت على اي فونت فاميلي انا موجود، فطبعا هو هنا مش هيجيبني حاجه. انما تعالى لو انا مثلا جيت اخترت مثلا فونت زي ده، تعال نشوف بس فونت شكله مختلف كده شويه مثلا اهوت، زي مثلا الفونت ده كده. لو انا جيت مثلا ضغطت عليه هنا يا شباب هلاقيه هيظهر معايا هنا. ده الستايلز بتاعه يا جماعه اهوت. تمام اهوت ظهر معايا بالشكل ده. هلاقي كلمه انا هنا select this style. اول ما اضغط عليها يا جماعه هلاقي ظهر معايا هنا يا جماعه هنا ايه بقى؟ هنا حاجه اسمها اللينك. تمام، وبعد كده الفونت فاميلي. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ هاخد اللينك ده كده يا جماعه كوبي. باخد اللينك بتاعي ده كده كوبي، وتعالى نروح نحطه فين هنا يا شباب؟ اروح احطه هنا بعد اللينكس بتاعتي، سواء بقى اللينكس ديت ستايل او سواء مثلا مثلا فونت اللي هي الايكون اللي هي الفونت اوسم. تمام، هاجي هقوم كنترول في. تمام، انا كده يا جماعه عملت بيست لللينكس اللي انا خدتها. تمام، ادي اول لينك عندي اللي هو الريليشن بتاعه بري كونكت، وده اللي هو ال HTTPS فونتس. تمام، اللي هو gstatic.com. تمام، اللي هو الخاص بجوجل. طيب بعد كده يا جماعه عندي اللينك الثاني اللي هو الخاص بقى يا شباب، الخاص باسم الفونت يا جماعه اللي هو سواب. اسمه سواب الفونت يا جماعه، اسمه سواب. انا خدت كده يا جماعه التو لينكس دي دول وعملتهم عندي خلاص وبيست في الويب سايت. طيب وبعدين اسيف. لو انا جيت دلوقتي يا جماعه قلت له هنا رينوت، هل هيحصل حاجه؟ طب اعمل كده رينوت. ما حصلش حاجه. ليه ما حصلش حاجه يا جماعه وفضل اريا بلاك زي ما هو؟ لان انا خلاص يا جماعه انا هنا خدت اللينك بس ما رحتش هنا قلت لهم فونت ستايل ايه بقى يا شباب او فونت فاميلي ايه. تمام، فانا هروح على جوجل ببساطه وهاخد الجزئيه دي كده قبل اللي هي الفونت فاميلي. كلام جميل قوي. هروح احطه هنا يا جماعه هو بيست. ادي الفونت فاميلي بيست وسيف. وتعالى نروح نشوف في الويب سايت عندنا اعمل رينجود. ادي ببساطه شديده يا جماعه ده الفونت اللي انا اخترته من جوجل. طب هل معنى كده يا باشمهندس ده هيظهر في جميع الاجهزه؟ طبعا هيظهر في جميع الاجهزه. ليه؟ لان انا جايب الفونت ده من جوجل. اكيد طبعا مفيش حاجه اسمها جهاز ما فيهوش جوجل يعني، لا هو جوجل مش مرتبط بجهاز. جوجل مرتبط بسي دي ان او باللينك مثلا انت ربطته بالموقع بتاعك جبت منه فونت. طبعا وجوجل موجود في كل حته في العالم وفي كل جهاز في العالم، فانت طبعا ضمنت ان كده الفونت بتاعك هيشتغل على جميع الاجهزه. تمام، فانت جايب الفونت من جوجل مش من جهازك. كلام جميل قوي قوي يا شباب. يبقى تاني يا جماعه انا حابب دلوقتي اختار مثلا وليكن تعالوا نختار فونت تاني مثلا. تعالوا نختار مثلا فونت تاني من H1 مثلا اللي عندنا. انا مثلا وليكن هختار الفونت ده مثلا. تعالوا نشوف فونت برضه كده شكله مختلف. يعني ما شاء الله الفونتس كتيره جدا جدا جدا. ولما بتضغط على فونت، تعالوا مثلا ناخد الفونت. تعالوا مثلا ناخد الفونت ده كمثال. انا هاخد الفونت ده مثلا. تمام، هضغط عليه بيظهر لي بقى يا جماعه هنا. يعني مش بس ان انا طبعا بضغط عليه بيظهر، لا بيظهر هنا الستايل بتاعه عشان اشوفه قدام عينيا قبل ما اروح اخده كسلكت ذيس ستايل. طيب اول حاجه هعملها عشان ما اتلخبطش طبعا وما اتلخبطش نفسي، ده اسم الفونت الاولاني اللي انا اخترته. هروح اضغط عليه كده يا جماعه وهضغط ريموف اول كده خلاص شكرا. صح كده يا جماعه؟ طب بعد كده هعمل ايه؟ هقوم له سيلكت ذيس ستايل. هيظهر عندي اللينك. لو تلاحظ هتلاقي اللينك الاولاني ده يا جماعه متكرر معايا اللي هو ايه؟ اللي هو الريليشن بتاعه هو يا جماعه بري كونكت. تمام، والاتش اف اتش تي تي بي اس فونتس جي ستاتيك دوت كوم. ده يا جماعه ان دوت اللينك ده يفضل متكرر معايا على طول. انما اللي مش متكرر معايا هون ده يا جماعه اللي هو ده اللي هو الجزئيه دي. تمام كده يا شباب؟ انا هاخد الجزء ده كده يا جماعه كنترول سي. انا هاخد ده كده يا جماعه كنترول سي، وتعالى اروح هنا اضغط كنترول في بالشكل ده. كلام جميل قوي يا جماعه. هنا زي ما احنا شايفين طبعا يا شباب هنا مختلفين تماما
الجزئيه دي طبعا مختلفه عن الجزئيه اللي فوق هي تماما. بعد يساوي تقدر تقرا من بعد يساوي هتلاقي ده فونت وده فونت تاني خالص ملهوش علاقه بالاولاني. طب وبعدين هروح بقى كالعاده، خلاص انا عرفت بقى الدنيا ماشيه ازاي. هاخد الفونت فاميلي دي هقوم له كنترول سي، وتعال نروح عندنا هنا على الاتش 1. تعال بس الاول نسيف صفحه الاندكس ديت ونروح على الاتش 1 وهقوم له هنا الفونت فاميلي، فونت فاميلي. تمام. الفونت فاميلي دي ايه يا جماعه؟ او خلاص يعني احنا ممكن نشطب الفونت فاميلي اللي احنا كتبناها، لان كده احنا واخدينها اصلا كوبي من الموقع. تمام اهو. اسيف كنترول اس وتعالى اروح عندي في الويب سايت. قبل ما اعمل ريلود، شايفين يا جماعه الكود شكله عامل ازاي؟ شايفين الاتش 1؟ طب تعالى نعمل كده ريلود. شايفين يا جماعه الاتش 1 بقى شكله عامل ازاي كده يا شباب؟ اهو مهما عملت بقى 100 ريلود بعد كده عفوا يا شباب، خلاص هو خد الفونت بتاعه من جوجل. كده ضمنت يا جماعه ان الفونت بتاعتي سليمه، هتظهر في جميع الاجهزه الموجوده، هتترفع على سيرفر وانا مطمن، كله هيبقى تمام التمام. واحد يقول لي يا باشمهندس، طب انت يا باشمهندس قلت لنا ان انا ممكن احفظ الفونت ده على جهازي، ومش بس كده، ده انا هستخدمه كمان مثلا. خد بالك من حاجه، انا ممكن استخدمه في الفوتوشوب، ممكن استخدمه في انستريتور. الناس اللي بتتكلم او الناس اللي بتستخدم برامج التصميم ممكن استخدمه في الان ديزاين. هيبقى يا جماعه موقع او هيبقى فونت موجود على الجهاز عندي. ومش بس كده، لا، الفونت موجود على الجهاز عندي واستخدمته كمان في ويب سايت وهيظهر في الاجهزه كلها. طب ازاي يا باشمهندس في الاجهزه كلها؟ هقول لك بسيطه. تعال مثلا ناخد، وركزوا معايا بقى يا جماعه في الكلام اللي انا بقوله ده. انا مثلا هاخد وليكن، تعالوا مثلا نشوف فونت تانية. تعالوا مثلا وليكن ايه يا جماعه، مثلا تعالوا ناخد فونت زي ده يا جماعه. لو انا جيت ضغطت على الفونت ده يا شباب، تعالوا اول بس طبعا نفضي الدنيا دي كلها، ريموف اون هنا يا جماعه اهوت. وتعالى هنا اقول له ايه هنا يا شباب. لو انا جيت مثلا في فونت زي ده وقمت له سيلكت ذيس ستايل، طب عندي يا جماعه هنا في الاختيارات في القائمه اللي بتظهر جنبي هنا حاجه اسمها داونلود اون، داونلود اون. تمام، هضغط عليها. تمام، وبعد ما اضغط عليها هنلاحظ ان في هنا ملف مجلد مضغوط هنا اتحمل معايا. طب كلام جميل قوي يا جماعه. طب انا هعمل ايه هنا يا شباب بقى في المجلد ده؟ تعالوا اول حاجه طبعا هخش عندي على الداونلود. تمام، ادي الداونلود يا جماعه اهوت. هلاقي الخط عندي اهو يا شباب اتحمل معايا اهوت ومفيش اي مشاكل. تمام، ادي كنترول سي. وتعالى كده بقى ايه، انا عامل مجلد عندي هنا اسمه فونتس. تمام، هحط الكلام ده فيه. ده مجلد مضغوط يا جماعه، ده اللي انا حملته اهوت من جوجل. هاجي اقول له هنا ايه يا جماعه، هنا هاجي هنا هقول له، هقول له اكستراكت هير، يعني خرج لي الملفات كلها اللي في الملف المضغوط ده. ادي اكستراكت هير. طب وبعدين هيبتدي طبعا يخرج لي الملفات دي كلها يا جماعه، من ضمنها زي ما احنا ما شايفين ده الفونت بتاعنا يا شباب. اضغط دبل كليك، اضغط دبل كليك، ده الفونت بتاعك صح كده يا شباب، ده الفونت بتاعك. لو ضغطت انستول هيبتدي يتحط في قائمه الفونتس عندك الموجوده في الكنترول بانل. خلاص ده كده بقى على جهازك. خلاص يا جماعه اتعمل انستول اهوت، وبقى فيه هنا اهوت ان بقت زرار الانستول اهوت بقى ديسيبلد. خلاص هو كده اتحط عندك في الصفحه عندك، او في عفوا في قائمه الكنترول بانل في فولدر الفونتس. كده بقى ده عندك على الجهاز، ممكن تستخدمه بقى في الفوتوشوب، في انستريتور، في ان ديزاين، في الوورد، في كل حاجه. كلام جميل قوي يا جماعه. طيب وبعدين اخده برضه في الويب سايت بتاعي ازاي؟ اخد انا الفونت ده كده يا جماعه كنترول سي بالشكل ده كده يا شباب، واروح على الفولدر عندي بتاع البروجكت بتاعي، وهبتدي اعمل انا بقى يا جماعه فولدر اسمه فونتس. وصلت كده يا شباب؟ ادي انا هعمل اهوت يا جماعه فولدر اسمه فونتس بالشكل ده كده يا شباب. وتعالوا جوه الفونتس ده بقى هبتدي احط انا كنترول في اهوت. حطيت فيه انا يا جماعه الفونت اللي انا واخده من جوجل. حلو كده يا شباب، كلام جميل قوي ومية مية وزي الفل. طب استخدمه ازاي؟ تعالوا بقى، انا عندي هنا يا جماعه
تعالوا مثلا وليكن نعمل باراجراف تاني. تعالوا مثلا وليكن اهوت انا هعمل مثلا باراجراف تاني اهو يا شباب، ومثلا وتعالوا هديله مثلا انا هنا كده كلاس، هقول له مثلا B2. البي 2 ده انا هحط فيه مثلا كده لوغم واخليه 100 بحيث بس يبقى اكتر من الكلام التاني. طبعا يا جماعه لو انا جيت هنا قمت عامل مثلا انا هنا كده ريلود في الويب سايت عندي، ريلود باي ديفولت يا جماعه. هو ايه اللي حصل؟ طبعا الباراجراف خد نفس الفونت بتاع الباراجراف. طب كلام جميل قوي. طب انا عاوز الفونت اللي انا واخده من جوجل اعمل ايه يا جماعه؟ هروح انا هعمل حاجه حلوه قوي. هعمل ايه بقى يا شباب؟ هستخدم حاجه عندي اسمها فونت فيس. هقول له ات فونت فيس بالشكل ده كده يا شباب. طب ات فونت فيس ده انا هعمل ايه يا جماعه؟ هقول له هنا ايه؟ هقول له فونت فاميلي، هقول له عفوا سورس. طب السورس ده بقى يا شباب هنا بيعمل ايه؟ السورس هنا هقول له انا هجيب اليو ار ان بتاعي. طب هو اليو ار ان فين يا جماعه؟ انت حافظ الملف فين؟ هقول له دوت دوت سلاش فونتس. خش جوه الفونتس هتلاقي فونت اهوت انا عايزه. طب ماشي انا كده خلصت؟ لا ما خلصتش. طب بعمل ايه بقى يا جماعه هنا؟ بروح انا ادي هنا اي اسم انا عايزه من فونت ده. يعني لو انا جيت مثلا قلت له فونت فاميلي علي كمثال، قلت له فونت فاميلي علي، تمام؟ هو في فونت فاميلي في الدنيا اسمه علي؟ لا. قال لك امال ايه علي دي يا جماعه؟ علي دي اللي هيتخزن فيها الفونت ده. علي دي اللي هيتخزن فيها الفونت ده. يعني معنى كده يا جماعه لو انا رحت قلت له دوت بي 2 دوت بي 2 وقمت له الفونت فاميلي بتاعك، الفونت فاميلي بتاعك هيبقى علي. طيب هل هيتطبق؟ طب ما تيجي نشوف كده هل هيتنفذ الكلام ده. تعالوا نعمل ريموت. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اتطبق ولا ما اتطبقش معايا؟ اتنفذ ولا ما اتنفذش معايا؟ كده اصبح بقى يا جماعه ايه؟ اصبح انا كده بقيت في امان امان امان. ليه؟ لان انا الفونت بقى عندي على الجهاز، الفونت خدته حطيته في فولدر جوه البروجكت. يعني لما البروجكت دلوقتي هيترفع على سيرفر، الفولدر بتاع الفونتس هيترفع معاه. لما هيتاخد لجهاز تاني فولدر الفونتس هيروح معاه. يبقى كده يا جماعه البروجكت كله متاخد من فونت واحد اللي هو الفونت بتاع مين يا جماعه؟ اللي هو الفونت بتاع الجهاز عندي، وبتاع ان انا حطيته في فولدر في البروجكت بتاعي. كلام جميل قوي 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 يا جماعه. يبقى انا كده ضمنت ان الفونت بتاعي معايا في كل حته، مش هيفارق الويب سايت بتاعي. يبقى انت كده يا شباب تقدر تحمل الفونت من على جوجل، تقدر تستخدمه باللينك زي ما احنا استخدمنا، تمام؟ تقدر تصمم الويب سايت بتاعك باي فونت انت عايزه، وباي فونت انت حابه، باي طريقه ايا كانت هي ايه، طالما انت مطمن ان الفونت ده معاك مش هيسيب البروجكت بتاعك طول ما هو شغال على اي جهاز في الدنيا. اتمنى لكم يا رب التوفيق، واتمنى يا رب الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكم، وعرفت يعني ايه تستخدم فونت جوجل او فونتس من جوجل، عرفت يعني ايه تحمل فونتس من جوجل وتستخدمها في البروجكت بتاعك وتحطها في فولدر اسمه فونتس، تمام؟ يعني كان معاكم علي احمد، واتمنى لكم يا رب التوفيق، واتمنى يا رب سبسكرايب لايك شير، خلي الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.